الميسر وجمعية الزهراء وبالفردوس والأنصاري والمرجي والكلاتي. طبعا في هذه المناطق إطلاق رصاص وذهب ضحيتها العدد حوالي 3 شهداء. واحد منهم بالفردوس. وأيضا حدث إطلاق رصاص بأعزاز بريف حلب. أما في الأتارب فالقصف ما زال مستمرا في مدينة الأتارب المحتلة، وقد قامت كتائب الأسد الخائنة بمنع الأهالي من الخروج للمساجد، وكل من يخرج يتعرض لإطلاق نار من قبل القناص على أسطح المباني المنتشرة. ونزف لكم الشهيد من أتارب رشيد عبد الرحمن. أما في جرجس فأيضا حصل إطلاق نار وقذائف وذهب إثرها الشهيد، أحدهما إبراهيم الخلف، أما الثاني فلم أطلع على اسمه. أما بحي الفردوس فهناك إطلاق نار شديد ومحاصرة شديدة، وقد ذهب ضحيتها الشهيد الشاب عبده فرقي. نعم. السيد أبو عبيدة عضو المجلس الثوري بمدينة حلب وريفها، أشكرك جزيل الشكر على هذه التفاصيل. على الصعيد الدولي صوتت الجمعية